بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الورد صباح الياسمين، صباح السعادة على اخواتي. افتح السوشيال ميديا بتاعتك، بص على التايم لاين، كل اللي انت هتشوفه، افتح التيك توك، افتح ستوريز، الارشيف بتاعك، كل ده هتلاقيه موجود في صحيفتك. واسأل نفسك، احب لما اقابل ربنا واقف قدامه اشوف الحاجات اللي انا مشيرها دي واحب اتسأل عنها ولا لا؟ فلو لقيت حاجات تفرحك احمد ربنا، لو لقيت حاجات تضايقك امسح وانت عايش، واستغفر ربنا لعل الله يغفر وما تسألش عنها يوم القيامة. لو الانسان ادرك حقيقة الاخرة هيبدأ يحاسب نفسه. في تجربة جميلة عملها سفيان الثوري، بيقول: جلست أحصي ذنوبي فوجدتها 1000 ذنب، فقلت يا سفيان أتلقى الله عليك 1000 معصية يسألك عن ذنب، فظللت أحصي الذنب وأستغفر الله. يقعد يفتكر كده كل ذنب ويستغفر ربنا عليه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا عامل إيه في صلاتي؟ أنا عامل إيه في حقوق العباد؟ أنا عامل إيه في القرآن؟ أنا عامل إيه في الصدقات؟ أنا عامل إيه مع الكبائر؟ أنا عامل إيه مع الجهر بالذنوب؟ الحق نفسك. مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا رب اللهم امين. يا صباح الورد وصباح الياسمين على اخواتي. روتين النهارده كده يعني هيخليكي حتى تتنشطي تعملي حاجه بسيطه. بجد الروتين ده بيساعدك ان انت بنحفزك. يعني مثلا هتبقي مكسله، لا مش هنسيب نفسي. هنبقى مثلا عندي خمول، لا مش هنسيب نفسي. ما بتشوفي حاجه زي كده بتخليكي تتنشطي، ده حقيقي فعلا. فلا كده قومي بقى خدي الطاقه الايجابيه كده وتنشطي، وبصي تعملي كل حاجه في البيت عندك في ميزان حسناتك باذن الله رب العالمين. هنخش بقى كده، خلصت غسلت الاحواض، غسلت المواعين، غسلت الحوض، غسلت المواعين. هنخش بقى عايزه نعمل ممبار. هنمسكه بس الاول كده نغسله غسله حلوه. بصوا بقى، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طريقتي في الممبار كمروه، بنجيب الممبار الصغير، يعني ما نجيبش مثلا اللي هو ايه بيبقى الحجم الكبير، بنجيب اللي هو الحجم الصغير ده زي كده. عشان بيبقى حلو زي اكن بنعمل محشي بالظبط. وبعدين الكبير بيفك يعني مع الميه كده والكلام ده، ما بنيجي نسلقه ولا ليه طعم، وبعدين بيفك ملوش طعم، بيبقى زي ايه مش عارفه، مبيبقاش يعني زي آه اكن جلد بتاكليه كده. لكن الصغير بيطيب بسرعه، يعني تيجي مثلا تطيبيه اول ما تحطيه في الميه وبتنزليه تلاقيه طب معاك بسرعه. لكن الكبير ده لا، الكبير ما بيبقاش حلو بصراحه. فجبت كده ايه، بنجيب مثلا كيلو ونص 2 كيلو، نقسمهم على مرتين يعني، مع اكله بقى كفته ماشي طحينه الكلام ده، فبيبقى طعمه حلو. هنمسك بقى نجلي البصل يعني ساعة ما بنقول برضو محشي ده بوجي طماطم عندي، بس ساعة ما بنقول يا محشي بيبقى طماطم حمرا، عايزاها تبقى ايه في المحشي احلى حاجه ما تكون الطماطم حمرا، يعني تديك تسبيكه حلو. بس دي كانت بوجي عندي، فهنعملها برضو كده. ما فيش حاجه ما بتنفعش، الحمد لله كله خير ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش حاجه ما بتنفعش. يعني اكيد ان ايه حتى لو خضره شويه هنضيف لها معلقه صلصه كده. ده انا كنت جايباها للسلطه، لا حطها للسلطه يعني. بس لما لقيتها حسيت انها تبوظ مني، قلت لا خلاص بقى، يعني ايه السلطه ممكن طماطمتين 3 بيغرقوا الدنيا. فعملتها زي ما انتم شايفين بقى، نزلت ايه جليت البصله كده. واحلى حاجه تعمليها في ساعه ما تقولي يا محشي، تبدأ من الصبح بدري حقيقي. جليت البصل، حطيت عليه الطماطم. هنسيبها بقى ايه عقبال ما كنت غاسله زي ما انتم شايفين الممبار معاكم، ملح وخل وليمون. بس ايه ما بنحطش ملح كتير عشان ما يملحش مني. تمام كده. هنيجي نازله بقى تشكيله حلوه من الخضره، كزبره على شبت على بقدونس. بنجيبها من الناس فلاحين عندنا يعني تحت، بس والله الله يبارك لهم يا رب، اللهم بارك والله يبارك لهم يا رب، حاجتهم بتبقى حلوه وطازه. هنمسكها بقى نقطعها. على فكرة الخضرة حتى لو جبت بكمية وحطيتيها عندك، إذا جبت بكمية وحطيتيها عندك بنلفها في ورق جورنان عشان تفضل طرية وحلوة زي ما هي. لكن لو حطيتها في الفريزر، في ناس بيحطها في الفريزر بس بصي بالفايدة بتاعتها بتروح، فالحاجة ما بتكون سابحة بتبقى حلوة برضه. قطعتها بقى اهيت. وهنجي ايه، كنت غاسلة الممبار زي ما قلت لكم بايه، بخل وليمون. انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا احسن حاجة، كلكم بتعملوا احلى مني بكتير كمان، بس كلنا نفيد بعضنا. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يديم المحبة بينا يا رب، اللهم امين. هنيجي بقى ايه
كنت بجد طماطم خلاص، بس الطماطم قسمتها، حسيت ان هي ايه هتبقى كتير، فقسمتها بنظرة عيني كده، قسمتها على مرتين. والرز ده كل ما بنجيب كيس رز بنعمل مثلا نصه ونعمل كده، فبنيجي نعمل محشي بنلاقي عند رز كتير. يعني مثلا جبت كيلو، نيجي ايه حتى حبة منه مثلا كده على جنب، فبنيجي نعمل محشي بنلاقي بيبقى عندي، يعني دول مخليها للمحشي. حطيت بقى كزبرة، حطيت كمون، حطيت ملح، فلفل اسمر والخضرة، وهنقلبهم في بعض، معلقة زيت كده عشان يفلفلوا ويبقى حلو. بجد طريقة جميلة في المحشي. عايزة بقى لايكاتكم كده، عايزة بصوا اللايكات دي فجروني بيها. زي ما انتوا عارفين اللايكات دي عايزة عيلتي تكبر بيكم واكتر واكتر باذن الله رب العالمين. اللايك الكومنت ده من محتوى الفيديو ده بيفرق فعلا معاي، يخلي فيديوهاتي تقترح. ربنا يخليكم لي يا رب. شوفوا بقى عايزين عيلتنا تكبر ولا؟ يا رب يخليكم ويسعد قلوبكم يا رب. طبعا بنضحك ونتكلم مع اخواتي، بس هي فعلا الفيديو اللايك الكومنت بيخلي الفيديوهات تقترح. بصوا بقى، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الممبار لما بنيجي نحشيه ما بنملاش الصبع معايا. عارفين انتوا انا بنحط ايه؟ اللي هو حبه صغيرين كده، يعني بنمسحها بايديا، مش اللي هو بيبقى مليان على اخره، هيفك مني لو عملت مليان. بصوا الرز هينفش فيه وهتلاقيه فك بسرعه، وفي نفس الوقت هيبقى محجر. لكن انا كده سايبه له مساحه ان هو يطيب، سايبه له مساحه ان هو الرز بينفش. فما بنيجي نعمل الصبع بصوا هتشوفوه دلوقتي عامل ازاي. فالتكه الحلوه في الممبار ما تمليش الصبع لاخره. بصوا انا عاملاه ازاي، يعتبر مش حاطه فيه اصلا، يعني حبنونه خالص. بصوا عامل ازاي الصبع، زي صبع الكفته كده، فمش مليه خالص. بصوا عاملاه ازاي، يعتبر ما فيهوش الا حبه رز صغننين خالص، ونجي ايه فرداهم كده. عشان لو مليته رز بصوا، عايزه نقول لكم كده مش هتعرفي اصلا، اما يطيب هتلاقيه محجر ومشبع حلو معاكي كده. كنت مسخنه الميه، حطيت فيها ما يجي مثلا معلقه ملح صغيره، ما حطيتش اي توابل خالص. عايزه تحطي ورق لورا حطي، عايزه تحطي حبان حطي، بس هو كده كده في التتبيله بتاعته. يعني التتبيله بتخليه ان هي يعني تبقى في المحشي ذاته بتطلع في الميه، فبتخليه خلاص هو كده متبل. يعني مش عايزه ان انا ايه نحط اي توابل تاني. بصوا يا سلام سلم. انا جوعتي تاني. بص عامل ازاي بجد، والله حلو خالص. واحلى حاجه ان انت جايباه صغير كده صوابع المحشي. بص عامل ازاي، كل ما نيجي نمسكها سخنه مش عارفه نقسمها خالص. جنب بقى مثلا فرخه مشويه، جنب كفته، اللي حسب ما هتعملي. بس بجد حلو خالص. و2 كيلو يعني بنعملهم على مرتين، ده كده زي بتاع كيلو مثلا. بصوا الجمال عامل ازاي، حلو وسخن. والاكله دي احلى اكله على قلبي. بجد احلى اكله على قلبي، حلو بنحب الممبار خالص. بص عامل ازاي، تسلم ايدي، تسلم ايدي فعلا يعني. وكده يعتبر خلصت. مفيش بس ساعة ما بتقولي محشي اصحى الصبح بدري، عشان الوقت معاكي هياخد منك الصبح ده نص ساعة ولا ساعة. لكن لو عملتي بالليل اليوم بيعدي بسرعة، مش هيطلع برضو زي ما انت عايزة، تبقى مكروتة بسرعة كده. دخلت بقى كده خلاص اتغديت الحمد لله. دخلت بقى على الأوضة. ايه المنظر ده، لا هو مبيبقاش كده في الحقيقة، بس هو عشان نحفزك تاخد الطاقة الإيجابية كده، ما تاخديش طاقة سلبية أبدا. بصوا عامله ايه، مفتحه الشباك في عز البرد ده. في عز البرد ده عشان يهوي الاوضه، تهويه الاوضه تبقى الاوضه صحيه كده. لكن الاوضه اللي بنكون مقفلاها عامه، اي حاجه بنبقى مقفلاها، شقه، اوضه، صاله، عارفه انت، بتبقى ريحه مش كويسه، وفي نفس الوقت كده بتبقى الجو مش صحي. لكن كل ما تيجي نفتح مثلا شباك، نفتح بلكونه، عقبال ما نخلص تكون الاوضه هتهوت وبقت ريحتها حلوه. حتى وانت بعد ما بتكفيلي كده تحس كده ان انت عملت حاجه. وهو فعلا حبه الهوا دول بينقوا الاوضه، بيطلعوا كده الطاقه السلبيه. عشان الهدوم دي بتبقى كلها طاقة سلبية، المنظر اللي شفتوه ده كله طاقة سلبية. امتى يبقى طاقة ايجابية؟ لما تلاقي الدنيا حواليك العين بص على الحاجة الحلوة، العين تحب الحاجة الحلوة فعلا. مسكت بقى نفضت السرير وهنفرشه. ما خدش مني اي حاجة خالص،
بس بنبدأ بالأكل الأول، عشان بدأت بالحاجات ديت، بدأت بالتنفيض والكلام ده، عقبال ما نخلص هتكون الوقت خدنا وهنكون جعت. لكن من طيب الأكل أثناء ما بنعمل كده، عقبال ما نخلص تسوية أوضة مثلا، نخلص تسوية مطبخ، نخلص حاجة، هتلاقي الأكل طاب، هتتغدى وهتعمل اللي انت عايزاه، أو هتتعشي أو هتفطر على حسب ما بتعملي، وهتعمل اللي انت عايزاه. لكن مثلا هتخلي الاكل اخر حاجه، هتبقى جوعت وجوعت عيالك ومش هتنجزي في حاجه. فاحسن حاجه استعيني بالله لما تيجي تعملي مثلا شقه عندك، اوضه عندك، صاله عندك، شوفي شغل بيتك ايه، ابدأي بالاكل الاول، اغسلي المواعين اهم حاجه، وبعد كده ايه، عشان برضو البواقي الاكل والكلام ده. وبعد كده ابدأي بقى ايه، اعملي زي ما انت عايزه في شقتك يعني، او على حسب ما بتعملي. فابدأي بالأكل الأول، عشان في برضو أولاد مسؤولين منك، في بيتك مسؤول منك، فتاكلي مثلا، تتغدي، تتعشى على حسب، وبعد كده قومي بقى خلصت اللي انت عايزاه. كمروة بنعمل كده على طول. كده كنت خلصت على فكرة، ما خدش مني أي حاجة خالص. الحمد لله كنا اتغدينا وشربنا الشاي، ودخلت بقى عملت الأوضة دي والأوضة التانية، يعني بقيت نعمل كل أوضة نكفلها وراي كده. عقبال ما نيجي مثلا بالليل هنلاقي الدنيا نظيفة، هنلاقي أكل معمول، مش هيبقى ليه، مش يعني ما فيش حاجة شايلها في دماغي، لا أنا كده بقى إيه، في حاجة عايزة نعملها كلية لعيالي، هنقعد نذاكر لهم. ف كل ده بنبقى كاتباه بالورقة والقلم، نستعين بالله، هنعمل كذا النهاردة، نعمل كذا النهاردة. فالحمد لله رب العالمين. وما فيش حاجة اسمها ايه هناكل ايه النهاردة، بنبقى عارفة من قبلها من بالليل، وعارفة ان انا بكرة هطبخ، عشان ما تحتريش في الاكل وتحتري في الشرب والكلام ده. ايه رأيكم في الانسيال ده؟ ب12 جنيه بس، الحاجات دي بتجدد على فكرة. بصوا شكله حلو وتجديد يعني، حتى في البيت مش يعني مش لازم ان اطلع ببره، لا، حاجتي في بيتي، نلبس في بيتي. حاجات زي كده برضو بتخلي ايه النفسية مرتاحة، تحس كده ان انت مش بتكبري، لا ده انت بتصغري. وده كان فيديو النهاردة. عايزة اللايكات بتاعتكم اخواتي، عايزة الكومنتات الحلوة بتاعتكم، المحتوى، ربنا يسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين. نتمنى تكون اديتكم الطاقة الايجابية، نتمنى تكون ان انا مطولتش عليكم الفيديو. وادي فيديو النهاردة، ايه رأيكم؟ يا رب تكونوا خدتوا طاقة ايجابية، يا رب نكون حفظتكم بحاجة. نسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي